حبايبي، كل سنة وانتم طيبين، وكل عيد وكل وكل أب بخير وبصحة دايما يا رب، ويرحم اللي توفوا وسايبين لنا في قلوبنا ذكرى طيبة. وفنانات كتير قاموا بدور الأم، لكن كل واحدة فيهم بتختلف عن الأخرى. وعلى السريع كده هنقدم البعض منهم، بس أولا بدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش اللايك من فضلكم. ونكمل حبايبي. أولا الفنانة أمينة رزق، أشهر أم في السينما المصرية، حيث إنها جسدت دور الأم ببراعة شديدة. ومن أبرز تلك الأفلام دعاء الكروان والشموع السوداء والعار والمولد وشفيقة القبطية وأمهات في المنفى. والفنانة فردوس محمد برعت بأدائها القوي في تجسيد دور الأم من خلال العديد من الأفلام، ومن أشهر أفلامها اللي جسدت فيها دور الأم سيدة القصر وعنتر بن الشداد وفاطمة. والفنانة عزيزة حلمي قدمت الدور بصدق شديد، ومن أشهر أفلامها ظلموني الناس، اليتيمتين، زمن حاتم زهران، والرقص مع الشيطان. وتميزت بملامح وجهها الهادئة مما جعلها تتميز في دور الأم. وهدى سلطان تعتبر واحدة من الفنانات اللواتي أتقن دور الأم، وظهرت في العديد من الأدوار اللي جسدت فيها دور الأم، زي مسلسل الليل وآخره وأرابيسك وزيزينيا والوتد. وتحية كاريوكا برعت في تشخيص دور الأم بكل جدارة. من أهم أعمالها خلي بالك من زوزو، للحب قصة أخيرة، الكرنك، شاطئ الحب، وأم العروسة. وأيضا جسدت كريمة مختار دور الأم بكل احترافية ومهارة، وكانت دوما تؤدي دور الأم الطيبة الحنونة، كما اشتهرت بلقب ماما نونا بعد دورها في مسلسل حمادة عزو. والفنانة شادية من أبرز الفنانات اللي جسدت دور الأم بجدارة، فكان لها ظهور مميز بأدوار الأم، كما أنها تميزت بدور الأم المكافحة في فيلم لا تسألني من أنا، فكان من أهم الأدوار اللي قامت بيها في آخر رحلتها الفنية. والفنانة عبلة كامل اللي قدمت دور الأم بشكل كوميدي خفيف الظل، ومن أبرز تلك الأعمال الليمبي، كلم ماما، سيد العاطفي، وعودة الندل، وطبعا مسلسل لن أعيش في جلباب أبي. وأتمنى حبايبي اللي عجبوا الفيديو ما ينساش اللايك من فضلكم، وشكرا على حسن الاستماع، وكل سنة وانتم طيبين. مع السلامة حبايبي، مع السلامة.